السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ايه رأيكم بقى في التورته القمرايه دي؟ تورته حلوه قوي تنفع لجميع المناسبات، يعني مش شرط عشان فالنتين ولا حاجه، بس انا حبيت ان انا اشارك معاكم واعملها حمرا كده تبقى جميله. هنعمل من صاج، هنعمل منها الكيكه اللي انتم شايفينها دي، مش هعملها في حاجه مدوره ولا حاجه. هنشوف مع بعض الفكره اللي هي جت لي ازاي وعملتها ازاي. طبعا الكيكه دي احنا عملناها مع بعض قبل كده، اللي هو الاسبونش الجاهز، انا عملته معاكم قبل كده وعارفين الطريقه، اللي هي 5 بيضات وذره من الملح، وحطيت عليها بيكنج باودر، وحطيت عليها محسن، ونص كوبايه من الميه. الطريقه العاديه خالص انا عملتها معاكم كتير كتير كتير. برضه ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. اي حاجه بقى مدوره انا قلبتها كده زي ما انتم شايفين اهو، هي طالعه معايا هشه وبزياده. عشان هشه وبزياده بقى هنعمل فيها ايه هقول لك دلوقتي. انا جبت بصراحه غطا حله وحطيته كده عليها وقطعتها دوائر زي ما انتم شايفين كده. هطلع منها 3 ديسكات، 3 بصي هشه ازاي بطريقه مش طبيعيه بصراحه. هطلع منها ال3 ديسكات دول اهو، هوريكي دلوقتي وانا بقى بشيل الزوايد اللي حواليها. هتطلع قدامكم 3 طبقات او 3 ديسكات زي ما تقولوا بقى، اللي انتوا عايزين تعرفوا بيه قولوا بيه. وهتشوفي الكيكه بتاعتي دلوقتي طالعه شكلها عامل ازاي، مش مستحمله ان انا امسكها. طبعا المفروض ان انا بجلسها العادي زي ما بنجلس التورته بتاعتنا، بس جات لي فكره حلوه قوي وهوريكم دلوقتي ايه هي الفكره وهنعملها ازاي مع بعضينا. دلوقتي خلاص دول الديسكين، وخدت الحروف بتاعتها عملتهم نصين، بقى كده 3 طبقات اللي هم 3 ديسكات بتوعي. تمام. بصوا السمك بتاعها قد ايه وقد ايه هي عاليه، جميله بصراحه. اي بقى زوايد عشان ما تبقى مدوره معايا، اي زوايد انا شلتها زي ما انتم شايفين كده. الزوايد دي هتنفعني هتنفعني في حاجات، والباقي الولاد هياكلوا، ما عنديش مشكله خالص. دلوقتي هنعمل مع بعض الكريمه. طبعا برده مش هطول عليكم في الفيديو خالص، هحاول اللي انا عملته معاكم قبل كده مش هطول فيه. دي كوبايه من السكر زي ما انتم شايفين كده، السكر بتاعي اللي هو حبيبته خفيفه مش حبيبته غليظه يعني ولا تخينه. هنزل عليه 500 مللي من الميه، يعني نص لتر من الميه، واحاول ان انا اضربهم ضربه خفيفه كده، يعني مش شرط ان انا ادوبه كله كامل، بس زي ما انتم شايفين كده هدوبه شويه الاول قبل ما احط الكريمه بتاعتي. بسهل عمليه الذوبان عشان ما احطش الكريمه يبقى مخرز او طعمه لسه السكر ما دابش فيه. هحاول كده اضربها كده شويه لحد لما السكر بتاعي اغلبه يبقى دايب كده. تمام. الميه بتاعتي ساقعه جدا، الجو كمان ساقع ومساعدني جدا جدا ان الكريمه بتاعتي تكون متماسكه وما تاخدش معاكي وقت كمان في الضرب ولا اي حاجه. كده تمام وزي الفل. خلاص كده انا خلصت الضرب بتاعي اهو. يعني برضو مش شرط ان هتلاقي فيه برضو شويه من السكر، بس مش مشكله. هم كده كده لما نكمل الضرب بتاع الكريمه هيدوبوا معايا، بس اهم حاجه ان انا خدت 3/4 وعملتهم انا ايه بالمضرب. هنزل كده بالربع كيلو كريمه، ربع كيلو كريمه. انا الكريمه اللي انا بجيبها كريمه خام من غير سكر، انا مش مزوده السكر، والسكر ده براحتك انتي، حابه تزودي السكر عن كده تزودي، عايز تقللي السكر برضو عن كده قللي، ده بترجع لك انتي وحسب ذوقك. انا ما بحبش السكر الكتير يعني في الكريمه بالذات. بصي كده انا هفضل اضرب لان جبتها على جنب بالطريقه دي لان لقيته هيعفر، فانا هاخد بجنب واحد كده لحد لما ادوبها كلها. وكده الكريمه بتاعتي بقت متماسكه، انا ما زودتش ميه، خدت الربع كيلو خد مني نص لتر من الميه او 500 مللي من الميه. كده خلاص كده تمام. هحاول بقى انزل الكميه اللي في المضرب اهو. وكده انا خلصت الكريمه بتاعتي. هبدا بقى انا اجيب ايه، هجيب حله وهجيب فيها اي كيس، اي كيس عندي، وهلبسه للحله دي. وهبدا بقى احط اول طبقه من الاسبونج زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها بالكريمه باي حاجه، يعني بالقمع ماشي، بالمعلقه ماشي، بالاسباتيولا مش هتفرق خالص. اهم حاجه ان الطريقه دي هتريحنا جدا ومش هتخليها تتفتفت مني ولا هتخليها تبوظ مني ولا اي حاجه خالص. وهنشوف مع بعض النتيجه هتبقى في الاخر عامله ازاي. طبعا انا كنت بعملها وانا مستعجله جدا لان كان جاي لي ناس هتاكل منها، فكان اللي لازم اخلصها النهارده، النهارده لازم تخلص. عملت الكيك الصبح وعملتها بالليل كده زي ما انتم شايفين كده، يعني مش بالليل قوي، على العصريه كده كنت مخلصاها. وقلت ان انا لازم احطها في التلاجة طبعا شويه قبل ما تتقدم للناس، اللي كل طعمها يحلو، لان كل ما تقعد في التلاجة كل ما طعمها هيكون احلى. وانا كده حطيت الكريمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو. هاجي بقى احط الطبقه التانية. الطبقه التانية انهي اللي انا كنت قطعاها جنبين، اللي هو خدتها من الحروف وعملت نصين وهجمعهم مع بعض هيبقوا ديسك كامل اهو. مفيش مشكله خالص، اي حته هتبقى ناقصه كمليها، مش هتبان خالص في التقطيع، والكريمه هتخليها متماسكه ومش هتبان منك اهو. زي ما انت شايفه كده بصي، حتى الحروف كان ناقص منها حته، مفيش مشكله، اي حته هتبقى ناقصه معاكي كمليها والكريمه هتتماسك معاها وكل حاجه. اي بقى فتفته كده هتعمل عازل او هتخلي شكل الكريمه وحش شيليها، مفيش مشكله برضو.
هنا اهو زي ما انتم شايفين انا بدات برضو احط الطبقه التانية من الكريمه. الطريقه دي حلوه على فكره قوي قوي قوي، حتى لو انت هتعمليها باعتماد، يعني تعمليها كده وتبقى معتمده عندك وتعمليها على طول اي ديسكات بقى عامه. بس انا لما قلت هعملها بالطريقه دي قلت هعملها عشان خاطر الكريمه طلعت مني هشه وبزياده، هشه قوي. ما اعرفش الاسبونش المره دي ما شاء الله ما شاء الله، يعني طلع معايا هاشش بزياده وعالي، حتى وانا بضربه كان باين ان هو كميته كمان كانت اكبر. كده تمام. وهبدا ان انا اسويه وهنزل بالطبقه الاخيره. عشان بقى طبعا انا مستعجله عليها، هعمل ايه؟ هحط الطبقه الاخيره ومش هحط تاني كريمه عليها ولا اي حاجه خالص، هي الطبقه الاخيره وبس. بصوا بقى كده، هروح زي الشطوره كده حاطه الطبقه دي، ولما الكيس بتاعي هتلميه صوري وايدي اتغاصت من الكريمه مفيش مشكله خالص، انا اللي هاكلها. كده لميتها كلها تمام. وهجيب بقى الكيس كده واروح لماه من فوق، واقوم في قلب الفريزر بتاعي واحطها. تقعد بقى ساعه، تقعد ساعتين، تقعد على قد ما تقعد. انا عايزاها تبقى طبعا حله المونيا، والالمونيا بتخلي الحاجه متلجه بسرعه. بص انا كملت كمان الحته دي، شاطره يا صابرين. شوفي كملتها ازاي، ما تقوليش ابدا ابدا انها متجمعه ولا اي حاجه خالص. كده قفلت الكيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وعلى الفريزر على طول احطها تقعد لها ساعتين كده ولا حاجه، ولما تطلع هوريكم هنعمل فيها ايه. خلاص بقى كده تمام اهو، بدات تطلع معايا اهي. حاول بقى ان انا ايه اطلعها سنه سنه واحطها على البورده بتاعتي او على القاعده اللي انا هستعملها. ادي الكريمه بتاعتي حلوه ومتماسكه. كل الكلام ده يعني اتعمل في يوم واحد بصراحه، ما كنتش مصدقه. دايما بنعمل الكيك بنبيتها ونعمل نشتغل فيها تاني يوم وخطوه خطوه والكلام ده كله. طبعا انا عملتها بسرعه جدا، كل يوم اقول لنفسي شويه وهعمل شويه وهعمل، كسلت بصراحه لحد لما اتزنقت وخلاص قالوا لي ان احنا جايين، كنت مضطره ان انا لازم اعملها دلوقتي اهو. بصوا بقى كده هبدا ما انا اجلس فيها، ومش هوريكم تطولوا معايا في الفيديو، انا عارفه ان يبقى فيها ملل. احنا جلسنا الكيك قبل كده، فانا بس هوريكم الطريقه بتاعه الكيكه طلعت ازاي معايا هشه، وطلعت معايا من الكيس زي الفل اهي ومتماسكه، ما بانش خالص انها تبقى مفروله ولا اي حاجه خالص اهو. يعني الطريقه دي هتخلي الكيك بتاعك ما تشيليش وتحطي فيها كتير، هيخليها برده متماسكه معاكي، وهيخليها طالعه. على فكره لما تكون طالعه كيكه معاكي بالمنظر ده اوعي تسقيها. يعني انا كنت المفروض ان انا احط لها السيرم زي ما احنا عارفين اللي هي ميه بسكر خفيفه، بس طبعا بالطريقه اللي احنا شايفينها انها هشه بزياده كده اوعي تسقيها. لو سقيتيها هتلاقيها بقت خلاص مفشفشه خالص كانك عيش وكلها ميه. احنا مش عايزين كده خالص، كفايه عليها انها تشرب من الكريمه بتاعتنا وتبقى متماسكه. الكريمه هتخليها تبقى متماسكه اكتر، ولما تتحط في التلاجة هتبقى احلى واحلى. هنكمل التجليس بتاعنا بالطريقه دي من فوق ومن تحت ومن الجناب. وهتعالي نشوف بقى الطريقه بتاعه التزيين بتاعتنا، طريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص، يعني اي حد ممكن يعملها بطريقه مبسطه ما فيهاش اي احترافيه ولا اي حاجه خالص. طريقه يعني اي حاجه عندك في البيت ممكن تزوقيها بيها، واي حاجه ممكن تيجي تعملي بيه، ما عنديش مشكله من ناحيتها خالص اهو. واحده قبل كده قالت لي هو انت كل حاجه بالسكينه بالسكينه بالسكينه؟ قلت لكم اهو والله عندي السكرابر اهو موجود، وحياه ربنا عندي من اول ما بدات هو عندي، وهوريكم ان انا هشتغل بيه اهو. بس انا معرفش بحب السكينه دي بحبها قوي بس مش مشكله برضه اهو يا ستي، اديني بشتغلك بالسكرابر اهو عشان تفرحي وتقولي ليه بتشتغلي بالسكينه ليه ما بتشتغليش بالسكرابر اهو. هحاول بقى ان انا اسويها، مش هخلي فيها حته عاليه وحته واطيه، واجيب الجناب بتاعتي. وكل ما تحاولي انك انت تلاقي الجناب بتاعتك عاليه وواطيه او بتعمل حفر، بلي السكرابر اللي في ايدي كده بليه من اي ميه دافيه او اي ميه من الحنفيه على طول كده، وحاولي انك تساوي، هتتساوي معاكي بكل سهوله. بصي كده جيبي الجناب اهو. بصوا هاتي الجناب وهاتيها من فوق من جوه لبره، يعني وانت لما تيجي تمسحيها ما تجيبيش من بره لجوه، لا من جوه لبره، قصدي من جوه لبره، لا من بره لجوه انا مش عارفه بقول لك ايه، بس ما علينا. المفروض ان احنا واحنا بنجلسها بنجيب من بره لجوه عشان خاطر الكريمه بتاعتها تطلع مظبوطه. طبعا انا كنت جايبه اللون الاحمر اللي هو الجل، حاولت على قد ما اقدر ان انا اغمقه تقريبا كده. انا حطيت الازازه كلها عشان عايزاه احمر كده، عمال يديني في روز ويديني في فوشيا، فانا مش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه. حاولت على قد ما اقدر ان انا اخليها احمر من كده كمان في لحد ما خلصت الازازه. طبعا بعد ما خلصت الازازه هجيب منين؟ قلت بقى مش مشكله. الغطا بتاعنا وقع كده وانا بقلب اهو، زودت اللون الاحمر، هفضل ازود 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 لحد لما اللون يحمر زي ما انا عاوزه. بس قلبت معايا فوشيا، هحط تاني لحد ما تبقى حمرا، خلي بالك.
جبت السكرابر بتاعي اللي هو المشرشر، وهاخدها داير داير كده. بصي ولا بان فيها اي حاجه. الكيك بتاعتك لو تطلع هشه اعملي بالطريقه اللي انا بعملها دي، هتبقى طريقه جميله جدا. والشرشره اللي في الجناب دي برضو بترجع لك انت، عايزه تعمليها زجزاج، عايزه تعملي بالمشط الاقل، عايزه تعملي بالمشط ده برضو مفيش مشكله، عايزه تسيبيها من الجلديس خالص كده من بره من غير اي اشكال برضو مفيش مشكله خالص. ده بترجع لك انت. وانا بس حبيت ان انا اعمل اشكال جديده معاكم. هفضل اطلع وانزل كده. هو المفروض ان الجيل ده انا كنت طالعه من التلاجة، المفروض كنت حطيته في حبه ميه دافيين عشان يسيح اكتر من كده. قلت لا، ده هو بدل ما ينزل بقى ويغرق الدنيا اخليه هو كده، هو ينزل براحته. لما نزل براحته نزل على شكل تنقيط، ما نزلش سريالي زي ما انا كنت عايزه. بس برضو مش مشكله، الشكل النهائي في الاخر برضو عجبني، ويا رب يكون عجبكم انتوا كمان. وعايزه اعرف رايكم بقى في التعليقات، وتقولوا لي عجبتكم ولا لا انتوا كمان بنفس الطريقه اللي انا عملتها. بصوا الطريقه عامله ازاي، بس حلوه والله العظيم، جميله جدا. عايزه اقول لكم ان ريحه الجيلي ده حلوه قوي قوي. ده جيل مروار، ريحته حلوه، طعمه حلو بجد، بيخلي الحاجه بتروح في حته تانية خالص. طبعا هو تقيل، هو مش خفيف، هو تقيل تقيل يعني اهو. بس لما نزل على شكل طريق، بس مش مشكله. بص بقى انا عملتها طلعت حمرا. افضل بقى نعمل الداير نداير كده اهو. بس طلعت حمرا والله، اهي ما طلعتش في وشي ولا حاجه. الولاد قعدوا يقولوا لي دي طالعه ماما، طالعه في وشي، طالعه في وشي. لا والله طالعه جميله وحمرا خالص اهي. كده انا خلاص زي ما انتم شايفين جبت بقيه الجيلي بقى بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هفضي بقى بقيه الكميه اللي عندي ملهاش لازمه، وفي نفس الوقت ان انا ما لهم هشيلهم يعمل بيهم ايه. قلت بقى ان انا اعملهم في النص كده وتدي معايا شكل احلى، بدل ما اسيب من النص ابيض. على فكره التزيين ده بيجيني كده يعني ما بقاش مخططه له خالص، ولا بقعد اقول هحط شمال ولا احط يمين. اللي بيجي قدامي انا بعمله، والحمد لله ربنا بيرضيني وبتطلع شكل حاجه حلوه اهو زي ما انتم شايفين اهو. الحاجات دي بتطلعش اوردرات يا جماعه، الحاجات دي ليا ولبيتي ولولادي، فانا بحب افرحهم دايما وبحب اعمل لهم الحاجات دي على طول في البيت. فالحاجه دي بتبقى طالعه لي انا، ما في شرط بقى ان انا الحاجه تبقى بيرفكت بزياده. هي الحمد لله بتطلع جميله والطعم حلو قوي، والكل طبعا اللي ده وعارف حاجه شيء عارف انا عامله ايه. بس في شغل احترافيه اللي هو بيطلع اوردرات. انا ربنا يكرمني كده وان شاء الله واعمل اوردرات، وهتشوف الشغل بقى اللي هو بتاع الاوردرات بيبقى مهتمين بيه بزياده طبعا، لان راح لناس مش ليك انتي، واللي هياكلوه برضو ناس برضو مهتمين بيهم وكل حاجه. بس برضو الشغل حاجه، ولما يكون يعمل حاجه لبيتك بتبقى حاجه تانية خالص. انا كان عندي اللي هو الشوكولاته اللي هي الصغيره دي اهي بيضه، حاولت بس ان انا اكسر اللون الاحمر. انا كان ممكن اسيبها خالص كده، بس يعني حبيت ان انا ابقى كسره اللون، ما تبقاش كلها حمرا في حمرا كده. حبيت ان انا اكسرها كده باللون الابيض، الطف يعني بتدي شكل احلى. عايزه اقول لكم ان انا اتبهدلت احمر، اتبهدلت. احاول بقى ان انا ايه احط كده من نفس الكرات الصغننه دي في القلب كده من جوه، وهو ده يبقى الشكل النهائي بتاعي. ما تنسونيش بقى في اللايك كتير 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 عشان الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد، والفيديو بتاعي يرتفع ويطلع للناس كلها وتشوفه. وما تنسونيش في رايكم في كومنتات، واحب اسمع رايكم واعرف ان حاجه عجبتكم ولا لا. لايك 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 كتير. وهو ده الشكل النهائي للتورتايه بتاعتي، يا رب يكون عجبكم. حاجه سهله كده وبسيطه تقدري تعمليها في البيت، مش محتاجه منك اي مجهود ولا اي حاجه خالص. اللون الاحمر الجيلي ده موجود عند اي بتاع مستلزمات حلوات، وعندك الكرات دي برده موجوده، وهي كريمه، والسبونشي طبعا كلنا عارفين مقاديره بيتعمل ازاي، وعندك على القناه عندي برده بنفس الطريقه. باي.